سكريات معقدة أو النشويات زي العيش والمخبوزات بأنواعها والرز والبطاطس والبطاطا. لو أنا عايز أبدأ انقطاع السكر بشكل صحيح، خليني الأول أفهمك هو السكر بيعمل فيك إيه. أنا باكل سكر عشان يديني طاقة. ليه بتحس بتعب وخمول بعدها؟ المعادلة الصحيحة بالنسبة لك هي إنك تاكل سكريات عشان تديك طاقة، لكن المفاجأة إن السكريات بتتعبك وبتعمل لك خمول. أول حاجة هي إن أي سكريات أو نشويات بتاكلها بتسبب ارتفاع السكر، وده بيعلي هرمون الانسولين في الدم. سكر الدم او الجلوكوز ده عامل زي البنزين بتاعك، ولكن هو في ثانيه ممكن يبقى صاحبك وفي ثانيه ممكن يبقى عدوك اللي بيغدر بيك، لان احنا جسمنا مش بيحتاج منه غير نسبه بسيطه على قد الطاقه اللي جسمنا محتاجها، لكن وجوده بكثره في جسمك بسبب السكريات بيخلي الجسم يحوشه على هيئه دهون، وده ممكن يؤدي لكبد دهون. مش بس كده، احب اقول لك ان السكر على عكس اللي انت متخيله فهو بيتفتت بسرعه جدا، وده معناه انك بتحس بسعادة السكريات لمدة بسيطة مقابل كسل وخمول لمدة أطول، وده بيسبب لك إحساس بسيط من إدمان السكريات عشان تفضل دايما بتاكل منها ودايما بتحتاجها ونفسك بتروح على السكريات على طول.